يا مساء الفل، يا مساء الهنا. صينية كوسة بشاميل جميلة الجميلات. اهي دي بقى تتسمى جميلة الجميلات. جميلة جدا وفظيعة. لو ولادك ما بيحبوش الكوسة المطبوخة اعملها لهم بالطريقة دي هيدمنوها على طول. معانا الكوسة بتاعتي اهي على طول غسلاها غسلة حلوة جدا جدا، وبالفرشة يا ست الكل عشان بتبقى فيها رملة. وعاملاها بالسكينة كده حاجات بسيطة من فوق الوش، وهقطعها بالمنظر اللي انتي شايفاه ده، خرط كده صغير اكنك هتطبخيها. الكوسة جميلة جدا في السوق، واللي ما بيحبهاش مطبوخة، واكتر ولادنا ما بيحبهاش مطبوخة، فاعمليها بالبشاميل. حاجة كده جميلة. تعملي حبة رز بالشعرية جنبهم او رز ابيض او بالعيش زي ما انتوا عايزين. حاجة مغذية وحلوة. قطعتهم كلهم كده على الطاسة على البوتاجاز، وحتة سمنة، وهحط الكوسة بتاعتي واديها تشويحتين تلاتة كده. هحط ملح وفلفل اسود بس، شوية ملح وشوية فلفل اسود، وتشويحة كده جميلة جدا. هي كده كده ما بتاخدش سوا خالص، بس شوحيها ومسافة ما تدخل الفرن هتبقى فلة. خلاص كده ركنتها على جنب تبرد. معايا هنا كيلو لبن، وهعمل البشاميل بتاعها، ويا دوب ما فيش اقل من نص كوباية دقيق. خليها نص كوباية دقيق، وقلبيهم كده. وهنحط فلفل اسود وملح، وهنحط حتة سمنة بس كده. ايش بشاميل دوت على البارد يعني على طول كده، ولا تحمري الدقيق ولا حاجة، وهيبقى احلى بشاميل. عندي هنا الجبنة الموتزاريلا دي اختياري، انا بحط حبة في البشاميل. مش عايزة والله البشاميل من غير الجبنة حلو جدا برضو، بس انا يعني هو كده يعني لقيتها عندي وعشان التصوير كمان. يعني ساعات بتحبيها بالطريقة دي ما فيش اي مشكلة يعني. الجبنة الموتزاريلا مش غالية للدرجة اللي هي برضو. هحط هنا في الباري ريكس بتاعي كده حبة بشاميل. بصوا البشاميل اللي عامل ازاي تحفة، عايز يتاكل كده لوحده. وهحط الكوسة حبة كده من فوق البشاميل. ودي لحمة مفرومة بقى اقل من ربع كيلو، والله اقل من ربع كيلو. فرحت هي معروفة بقى العصاج بتاعها ازاي، انا معصجاها في القناة كنت شايلاها في الفريزر. فلفل اسود، ملح، حبة بهارات، وحتة سمنة وبصلتين كده، وشوحيهم على البوتاجاز. دي العصاج بتاعنا، كلنا عارفين العصاج بيتعمل ازاي. حطيتها واحط البشاميل من فوقيها، وهحط الكوسة. جميلة جدا صينية لو انت عازمة حد اعملي يعني، دي من ضمن الحاجات اللي تتحط على السفرة، بتبقى حلوة قوي قوي. هحط البشاميل تاني من فوقيها. بصوا البشاميل مظبوط وجميل جدا جدا. كيلو لبن، وعليه اقل من نص كوباية دقيق، وحتة سمنة وملح وفلفل، وخلاص. وهنا برضو الجبنة الموزاريلا كده برضو دي اختياري، حطيها من في الوش. من غيرها برضو هتدخليها في الفرن هتبقى فلة شمعة منورة، مفيش اي مشكلة. وهدخلها الفرن على 180 وهسيبها، ومش هشغل شواية خالص. هي بسم الله ما شاء الله خدت يعني نص ساعة، وكل واحد على حسب الفرن بتاعه. جميلة جدا. والكوسة يعني ان اكتر الناس ما بتحبهاش، ما اعرفش ليه طلعت من الفرن ايه بسم الله ما شاء الله. بصوا البقبقة بتاعتها بتبقبق كده جميلة بتتكتك كده مع نفسها. حلوة قوي، ما شغلتش الشواية، هي كده بسم الله ما شاء الله اتحمرت مع نفسها. ولما هديت كمان تقلت اكتر من كده، بس انا عشان التصوير فمستعجلة وبصورها والحاجة سخنة. بسم الله ما شاء الله. اعملي بقى جنبها رز، اعملي كلي بالعيش براحتك انتي، ده حاجة اختياري براحتك.
جميلة جدا، والجبنة بتمط كده، وحاجة كده حلوة قوي قوي. وما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واللايك بيفرق معايا، اللايك يا جماعة بيفرق جدا جدا علشان قناتي تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم بألف خير يا رب.